ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوميات اسماء عفيفي. هنعمل بقى النهارده وصفة الكنتاكي. من النهارده مش هنجيب كنتاكي خلاص من بره البيت، لا هنعمل الكنتاكي لولادنا في قلب البيت وفي مطبخنا كمان وبطريقة سهلة جدا. شايفين؟ هنعمل بقى معاها رز اصفر، ممكن تعملوا معاها رز اصفر، بطاطس وطحينة وكاتشب. يلا على طول هنشوف مقاديرنا بقى. انا معايا هنا الدبابيس بتاعه الفراخ، هتكون مغسوله كويس جدا ومتنضفه ومتصفيه من الميه، وكمان مقطعاها بالسكينه مخرماها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده عشان طبعا تستوي من جوه، وكمان التتبيله تتشربها كويس. هيكون معايا برضو كوبايه من اللبن، ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة من الفلفل الأسود والبابريكا والكاري والكركم والثوم البودر والبصل البودر والملح، كل ده معلقة، ونص كوباية كمان من الخل. يلا بينا هنتبل بقى الكنتاكي بتاعنا. هنحط طبعا كمية الدجاج او الفراخ. طبعا لو عندكم مثلا فرخة كاملة يعني يفضل الفرخة تكون برضو ايه صغيرة، تمام، قطعيها وهتنفع. حطيت طبعا كمية التوابل بتاعتي كلها، وهخليها تدخل في قلب الفراخ كلها، دبابيس الفراخ كلها. اهم حاجة لازم نقطع الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالسكينة عشان تستوي معانا، وفي نفس الوقت برضو الفراخ تتبل بالتوابل. طبعا انا هدعكها كويس جدا بقى كده عشان ايه تتشرب كده التتبيلة. وهننزل على طول بالخل. الخل هنا هيساعدنا جدا في الفراخ تبقى مستوية من جوه. هقلب بقى كده الفراخ مع الخل، وهننزل بكوباية اللبن. انا قلت لكم في الاول كوباية واحدة، لكن انا هحط كوباية كمان علشان لازم الفراخ تكون كده متغطسة في قلب الخلطة بتاعتنا، يعني تكون متغطية تماما كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده بالظبط كده. هقلب بقى الفراخ كويس باللبن والخل والتتبيلة، وهسيبها ليلة كاملة في التلاجة. طبعا هنغطيها بستريتش، بغطا، اي حاجة المتاح. انا هغطيها بغطا وهدخلها على طول في التلاجة ليلة كاملة زي ما قلنا. هتتشرب من التتبيلة، وفي نفس الوقت برضو هتساعدنا ان هي برضو تبقى مستوية من جوه. يلا بينا هندخلها بقى التلاجة. طلعناها خلاص بقى كده من التلاجة. نشوف بقى الكفر بتاع الكنتاكي. معايا هنا كوبايتين من الدقيق، الكوبايتين من الدقيق عليهم كوباية واحدة بس من النشا، ومعاهم نفس التوابل اللي انا حطيتها على الفراخ، هي نفس التوابل اللي انا هحطها في الكفر بتاع الكنتاكي. هنزل على طول بالدقيق بقى والنشا. هقلب بقى ده كله في قلب بعضه، الملح والكاري والكركم والثوم بودر وبصل بودر والبابريكا، كل ده مع بعضه في قلب الدقيق والنشا. هي كوباية الدقيق عموما بتاخد نص كوباية نشا، ما نزودش عن كده. هنيجي بقى هنا هخلي الزيت يتقدح معايا كويس جدا. هجيب بقى التتبيلة بتاعتي، هعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وبعد كده هرجعها تاني في الطبق. كل ما عاوز الكفر بتاعها سميك احطها تاني في الطبق في الخلطة تاني، وهحطها في الدقيق. انا عملتها هنا مرتين، يعني حطيتها في الدقيق وبعد كده رجعتها تاني في الخلطة، وبعد كده الدقيق وبعد كده الزيت. طيب انا خليت الزيت يتقدح، وبعد كده سقطت الفراخ. هسيبها لمدة ربع ساعة على درجة يعني على نار هادية كده، يعني ربع ساعة على نار هادية. بعد الربع ساعة هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هتبقى متحمرة. اهم حاجة ما اقلبش الكنتاكي خالص، والزيت يكون يعني كتير جدا غزير كده عشان الكنتاكي تستوي معانا من جوه، وتبقى برضو مقرمشة ومستوية من جوه.
خلصنا بقى الكنتاكي، عملت معاها زي ما قلت لكم، ينفع رز اصفر، ينفع رز بسمتي، ينفع بطاطس، شيبسي، اي حاجة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. طالعة معايا مقرمشة من بره ومن جوه مستوية. تعالوا يلا بينا كده نشوف قطعة من الكنتاكي اهي من جوه زي الفل، مستوية من جوه ومقرمشة من بره. اتمنى ان انتم تجربوها وتقولوا لي تحت رأيكم في التعليق. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كنتم مع يوميات اسماء عفيفي، مع السلامة.